ازيكم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن إحنا بنعيش حالة في الوقت الحالي أشبه بالوضع في عام 67. بس حضرته ما وضحش، يعني قال أنا مش هوضح، هو نفسه قال أنا مش هوضح، بس ساب لنا إن إحنا نخمن هل هو هذه الحالة يعني عملية الاستنزاف اللي بتحصل للدولة على كافة الجبهات. ممكن إن إحنا في حرب استنزاف بالطريقة ديت. يعني هل هي عملية يعني ضغط على مصر اقتصاديا من كل النواحي؟ ممكن. هل عملية الضغط الداخلي بقى من موضوع اللاجئين اللي هم مشاركين المصريين في كل حاجة، ويبدو ان احنا تقريبا مرتبطين باتفاقيات يعني ما نعرفهاش، الشعب ما يعرفهاش ايه هي. عشان كده احنا في اصرار من الدولة ان هم يبقوا قاعدين، ومحاولات يعني مستميتة ان هم يندمجوا معانا، مع ان هم ما اندمجوش مع بعضهم اصلا يعني، والشعب المصري مش قادر يندمج معاهم. هل يعني هل ديت الضغوط بقى على الشباب اللي هو مش لاقي شغل يعني نتيجة الطلب في السوق؟ ما هو سيادة رئيس الوزراء قال إن الموضوع عرض وطلب في أي شيء، يعني سواء في الإسكان، هو كان بيتكلم عن الإسكان، لكن سواء في أي شيء يعني موضوع عرض وطلب. يعني برضو الأشغال لما بيبقى فيه طلب زيادة بيبقى برضو يعني عرض، يعني العرض كتير فالطلب هيبقى قليل يعني على المصريين، بالنسبة للمصريين يعني. طيب يعني احنا برضو مش عارفين يعني المطلوب احنا نعمل ايه، ما احنا برضو احنا شايفين الحالة واحنا عايشينها، والضغوط كلها جاية على دماغنا احنا فعلا، وحاسينها وتعبانين كلنا وكل حاجة. وطبعا احنا بنحافظ على بلدنا ويعني ومع بلدنا في كل حاجة. لكن يعني احنا نعمل ايه؟ الشعب المصري ممكن يعمل ايه؟ يعني يعني أيام 67 الشعب الكافح وكان برضو القوات المسلحة معاه، والدنيا كانت يعني كان في إصرار على تغيير الهزيمة ديت. لكن احنا في الوقت الحالي الشعب حاسس بالقهر الداخلي، مش عشان حاجة، قهر داخلي لأنه مش مكفي بيته، مش مكفي حياته، مش لاقي مكان لابنه في التعليم، لأن في شعوب تانية قاعدة معانا واخدة من كل حاجة. طب يعني كنا عايزين برضو الحل من سيادته، حضرته سابنا ان احنا نخمن. طب برضو احنا عايزين حل، لان ده برضو يعني مش صح يعني ان احنا نقعد نخمن احنا. طب احنا هنعمل ايه؟ لان الشعب برضو عايز قيادة تقوله.